بص وشوف العقليه بين جمهور الاهلي وما بين جمهور الزمالك، وانت تعرف الاهلي وصل لكده ازاي والزمالك للاسف وصل لكده ازاي. جمهور النادي الاهلي زعلان وحزين انه خسر من ريال مدريد بالاربعه. يقول لك مش الاهلي اللي يخسر بالاربعه حتى لو كان المنافس ريال مدريد. نتيجه تقيله على جمهور النادي الاهلي، رغم انه النادي الاهلي بيلاعب ملك اوروبا، يعني بيلاعب ريال مدريد، انا اسف مش بيلاعب فاركو، بيلاعب ريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم للانديه. ده الاهلي وجمهور الاهلي. شايف العقليه، شايف التفكير. في الوقت ده بقى جمهور الزمالك اللي لسه خسران من فاركو 3 في الدوري بيحفل على الاهلي وعلى جمهور الاهلي انه خسر من ريال مدريد بالاربعه، رغم ان ريال مدريد ده ريال مدريد ملك اوروبا ب 14 لقب وبطل اوروبا. لما يواجه النادي الاهلي طبيعي النتيجه دي من وجهه نظري، يعني من وجهه نظري دي نتيجه طبيعيه. يعني ريال مدريد كسب السيتي وكسب باريس سان جيرمان وكسب تشيلسي وكسب ليفربول، ده كله في رحله دوري الابطال، فعادي انه يكسب الاهلي بالمناسبه. يعني شايف انت فرق الامكانيات. فانا ازاي دلوقتي احفل على الاهلي؟ انا مش هقول لك انك ما تحفلش، انت حر، انت عايز تحفل على الاهلي وشايف انه منطقي حفل. وواحد دلوقتي يقول لي طب ما هو طبيعي يا كابتن محمد انه جمهور الاهلي يحفل على جمهور الزمالك وجمهور الزمالك يحفل على جمهور الاهلي. اقول لك الطبيعي والمنطقي لما نكون انا وهو في نفس البطوله، في الدوري، في الكاس، في افريقيا، احفل عليه. هو يقول افريقيا يا صن داونز، انا اقول اضرب يا بدري، تحفيل عادي. انا وهو في نفس البطوله، انا كسبت البطوله دي قبل كده وهو كسبها، فعادي يكون في تنافس. لكن انا ما شاركتش في كاس العالم للانديه ولا مره، والنادي الاهلي بيشارك للمره الثامنه في تاريخه. انت شايف الجاب، شايف الفرق. الاهلي للمره الثامنه في تاريخه والثالثه على التوالي النادي الاهلي بيشارك في كاس العالم، والسيمي فاينال الثالث على التوالي، وانا ما شاركتش في البطوله. فانا ماليش عين احفل على الاهلي. يعني بانهي منطق احفل على الاهلي؟ انا وهو نحفل على بعض في الدوري، انا اكسب الدوري وهو يخسر، اقول له حصر عليك يا اللي في بالي، ده طلت اول ولا تاني. منطقيه مقبوله، اكسبتد بالنسبه لنا احنا الاثنين. لكن اروح احفل عليه وهو في محفل دولي في كاس العالم للانديه والعالم كله والصحف كلها بتتكلم عن النادي الاهلي؟ طب ازاي؟ انا ما بقولكش روح قول له برافو عليك او روح شجعه او روح ادعمه، انت حر. مش شايف ان هو بيلعب باسم مصر، ومش شايف ان انت عادي انك تدعمه في وقت زي ده، انت حر، ما حدش يقدر يلومك. لكن مش منطقي خالص ومش طبيعي خالص ان الاقي بعض الزملكاويه فرحانين وبيحفلوا في النادي الاهلي لمجرد ان هو خسر من ريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم للانديه، البطوله اللي انا ما شاركتش فيها ولا مره. انا بتكلم عن نفسي عشان ما حدش يزعل ومحدش ياخد الكلام على نفسه. انا محمد المشجع الزملكاوي، واعوذ بالله من كلمه انا، ماليش عين احفل على الاهلي. بالعكس، انا كنت بدعم النادي الاهلي وكنت بشجع النادي الاهلي، وكان نفسي النادي الاهلي يفوز على ريال مدريد، لانه في النهايه ده فخر للكره المصريه، في النهايه ده فخر لينا كلنا. انت مش شايف كده؟ انت حر، محدش طلب منك تروح تدعم الاهلي. النادي الاهلي مش مستني دعمك خالص. النادي الاهلي مش هيقف على دعمك، لا انا ولا انت ولا اي حد خالص. النادي الاهلي عنده جمهور بالملايين كفايه قوي عليه، مش مستني دعمك انت يا زملكاوي. بس في نفس الوقت انا كزملكاوي احفل عليه لما انا وهو نكون في بطوله. يعني مثلا لما هو قال افريقيا يا صن داونز، انا قلت اضرب يا بدري، منطقيه. بطوله واحده بنتنافس فيها، فهو يهمه ان انا ما اطلعش بالارقام، وانا يهمني ان هو ما يبعدش بالارقام عشان يفضل في تنافس طبيعي ومنطقي. لكن انا بقول لك النادي الاهلي بيشارك للمره الثامنه في تاريخه، المره الثامنه في تاريخه، وانا صفر مشاركه، فما فيش تنافس. انا ما شاركتش اصلا وهو بيشارك للمره الثالثه على التوالي، وبيلعب المره الثالثه على التوالي نصف نهائي كاس العالم للانديه، مره قدام بايرن ميونخ ومره قدام ريال مدريد. وايه ده؟ وانا بخسر من فاركو ورايح اتكلم؟ طب ازاي يا جماعه؟ العقليه بتفرق. كانوا بيقولوا دايما ان جمهور الزمالك جمهور الفن والهندسه، جمهور بيفهم كوره. انا شايف الفتره الاخيره السوشيال ميديا والتحفيل وقصف الجبهات هو اللي خدنا في السكه دي. لكن فكره انك تدعم فرقتك وتشوف المنافس مميز في ايه وتقدر ان انت تقلده في التميز ده عشان تبقى متميز زيه، ده ينقصنا الان كجمهور نادي الزمالك. وفي النهايه هرجع اقول لك انا بتكلم باسمي وعن نفسي. يعني انا بتكلم ان انا ماليش عين، لكن انت حفلت، انت حر. بس انا عايزك تقول لي ازاي. يعني انت حر، بس قول لي ازاي. يعني ازاي منطقيا كده؟ ازاي هو بيلعب في كاس العالم للانديه؟ انت عارف مثلا، احنا هنشبهها كده بمثل بسيط. عارف انت اللي بيحضر دكتوراه وماجستير؟ عارف انت الشخص ده اللي بيحضر دكتوراه؟ تخيل بقى واحد ساقط اعداديه يقول له انت ازاي ما جبتش امتياز؟ جبت جيد جدا يا جدع. ده دكتوراه مرحله بعد التعليم الاساسي، مرحله ابعد من افريقيا اللي انا بقالي 20 سنه ما كسبتهاش.
20 سنه ايه؟ ده انا بقالي سنتين على التوالي بودع البطوله حصاله من دور المجموعات. فبدل ما نقعد نشوف مشكلتنا فين، بدل ما نقعد نشوف النادي بتاعنا محتاج ايه، اروح احفل على المنافس في محفل دولي وهو بيخسر من ريال مدريد ملك اوروبا. يعني مش مثلا بيخسر بقى من فرقه صغيره برضو، لا. النادي الاهلي لما كسب اوكلاند سيتي كله شكك في قوه اوكلاند سيتي، النادي الاهلي لما كسب سياتل ساوندرز الامريكي كله شكك فيها وقال لك في المركز ال 11، فقمنا على طول بعدها تاني يوم خسرنا من فاركو اللي في المركز ال 12. شغلنا نفسنا بالاهلي وبنفسنا الاهلي في كاس العالم للانديه، فرحنا خسرانين من فاركو 3. ادعم فرقتك. عايز تحفل حفل، لك مطلق الحريه، بس انا بتكلم على نفسي. انا ماليش عين احفل على الاهلي. احفل على الاهلي بتاع ايه؟ انا لازم اشوف الاهلي بيعمل ايه واتعلم منه، النادي الاهلي بيعمل ايه عشان يبقى ناجح واتعلم منه. لو انا فعلا بحب الزمالك ولو انا فعلا عايز ادعم الزمالك، اشوف الاهلي بيعمل ايه بيوصله للنجاح واتعلم منه. مش عيب، والله ما عيب. العيب ان افضل واقف شايف الاهلي عمال ينجح وانا واقف ما بعملش حاجه. ما باليد حيله، هو بينجح ربنا يسهله، بس انا لا، استنى بس يقع عشان احفل عليه، ساعتها احس ان انا رضيت نفسي كده. طب ازاي؟ يعني انت مستنيه يقع عشان تحفل عليه؟ طب ما تحاول تشوفه عمل كده ازاي وتحاول توصل للي هو وصل له ده، عشان فيما بعد لما يجي يقول لك انت ازاي بتحفل عليا وما وصلتش كاس عالم، اقول له لا انا وصلت، حاسب انا وصلت، انا فعلا وصلت، بس البطوله اتلغت، عشان بس نبقى واضحين في الكلام. في النهايه انا نفسي الناس ترجع تاني لعقليه مشجعين نادي الزمالك اللي كان بيتقال عليهم جمهور الصفوه. نفسي نرجع تاني ان احنا ندعم نادي الزمالك، ما يبقاش كل همنا اللقطه او السوشيال ميديا او فكره بقى الترند او فكره بقى ايه عشان نقولها قصف الجبهات. يا جماعه ما فيش حاجه اسمها كده. انت لما تروح تحفل على الاهلي وخسران من ريال مدريد، انت ما قللتش من الاهلي، انت ما زعلتش الاهلاويه زعلانين اصلا ان هم ما راحوش يلعبوا نهائي كاس العالم للانديه، وانت لسه خسران من فاركو ورايح تحفل عليهم. اتمنى ان جمهور الزمالك يستوعب كلامي ويفهم كلامي ويفكر فيه. ما تطلعش تنتقدني لمجرد النقد، او تطلع تقول عليا ان انا اصلا مش زملكاوي، او تطلع تقول عليا قابض، او تطلع تقول عليا لجان لمجرد ان كلامي عكس هواك. فكر في الكلام وشوف هل فعلا منطقي ان اروح احفل على النادي الاهلي وهو بيلعب في كاس العالم للانديه وانا لسه خسران من فاركو وفي المركز الرابع في الدوري. ده خسران من فاركو وخسران من الاهلي نفسه 3 وخسران من اسوان وخسران من الداخليه، او متعادل مع الداخليه، متعادل مع الاتحاد، خسران من بيراميدز وخرجني من الكاس. طب وبعدين هفضل انا بس احفل على الاهلي في كاس العالم ويرجع الاهلي يكسب الدوري وافضل حاطط ايدي على جنبي او ايدي على خدي كده؟ ملهاش حل. الحل الحقيقي والحل المنطقي من وجهه نظري، ارجع ادعم النادي، ارجع شوف الاهلي نجح في ايه وحاول تعمل زي الاهلي عشان في يوم من الايام نبقى ناجحين. انا خلصت كلامي واتمنى ان كلامي يوصل للناس. انا اتكلمت باسمي، انا ماليش عين احفل على الاهلي، انت عايز تحفل ليك مطلق الحريه. انا خلصت الفيديو، ولو وصلت هنا في الفيديو بعد كل الرغي ده صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي النهايه يا ريت ما تنساش تعمل اشتراك لو انت وصلت هنا فعلا، ولايك على الفيديو. سلام عليكم.